بكافئ نفسي باكلة سمك من محل في بورسعيد انا بحبه بالظبط كده. بعد كل جريمة ولما بيتخلص من الجثة بيكافئ نفسه بأكلة سمك. أو ده بقى يبقى كريم سليم أو سفاح التجمع، اللي درس في الجامعة الأمريكية وعمل فيها دكتوراه الهدف منها كان تعديل سلوك الإنسان الغير سوي. أنت متخيل؟ لا، وكان معاه الجنسية الأمريكية، وعموما كانت شخصيته الظاهرة للناس كلها كويسة جدا والكل بيشكر فيها. لا، وحياته ما فيهاش مشاكل ومن أسرة مرتاحة ماديا جدا. وبرغم ده استغل شهرته لأنه بيقدم كونتنت بيعلم فيه الناس نطق الكلمات والجمل الأجنبية صح، واستدرج 4 من متابعينه البنات، وللأسف خلص عليهم بطريقة بشعة في شقته اللي كانت في التجمع واللي عامل فيها عازل صوت، وكان بيحطهم في شنط ويخرج بيهم عادي من شقته، يحطهم في شنطة العربية ويرميهم على الطرق الصحراوية، وده برغم الإيجابيات اللي في حياته واللي احنا قلناها عنه. فتخيلي كده بقى لو انت كنت من متابعينه وعلى تواصل معاه، إحساسك كان هيبقى ايه؟ وعموما ده كان ملخص سريع لقصة أو قضية سفاح التجمع اللي أكيد كلكم خلاص سمعتوا عنها. فخلوني بما إن بنسبة كبيرة الفيديو ده هيجيب ريتش عشان الموضوع ده ترند، وأقول لكم اوعوا تنسوا الترند الحقيقي لأكتر من قرن، وهم أكيد إخواتنا في فلسطين. مفيش بإيدينا غير الدعاء والمقاطعة، بس أمانة اوعوا تستهونوا بده علشان بيفرق جدا، وأنا وأنت هنتحاسب قدام ربنا عليه. وبجد بقى لو ليك أو ليكي صديق أو صديقة بيشوفوا المقاطعة دي حاجة عادية وما بتأثرش وملهاش لازمة إنهم يعملوها، فدول كمان بقى في الوقت اللي احنا فيه ده المفروض تقطعوهم، لأن للأسف والله احنا فعلا اختبارنا جاي في كيس شيبسي ونسكافيه وميه، وبشوف ناس كتير بتستهون بالموضوع وبتفشل في ده وبيشتروا عادي، مع ان كلنا شفنا ده بيأثر عليهم ازاي. فاوعى تنسى ولو لثانية.